كل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة 25 و26 والسنين اللي بتروح والسنين اللي بتيجي، هكلمكم النهارده عن الذكريات وازاي دماغنا بتفكر وبتشتغل في موضوع الذكريات ده. عارفين كده ندغ اللبانه؟ او ندغ اللبانه ده هو الموقف اللي احنا بنعيشه او بنمر بيه، وطعم اللبانه سواء حلو او وحش هي دي المشاعر اللي احنا بنحس بيها في الموقف. دماغنا بقى بتعمل ايه؟ دماغنا بتفضل فاكره ندغ اللبانه كموقف، وبتفضل فاكره الطعم الحلو او المشاعر الحلوه، لكن بشكل كبير هي بتنسى او بتتغاضى عن انها تفتكر الطعم الوحش. علشان كده دايما لما نفتكر مواقف، دايما نفتكر المواقف الحلوه بمشاعرها الحلوه وازاي حسينا بيها وطريقه تفاعلنا معاها، مع العلم ان لو افتكرنا موقف وحش بنبقى مش فاكرين هو احنا كنا غضبانين ولا زعلانين. علشان كده دايما نقول يا سلام على ايام الطفوله دي كانت ايام جميله جدا، مع اننا اصلا في الايام دي احنا اتضربنا واتهزقنا وخدنا بالشلاليت ولبسنا هدوم مش عجبانا ولبسنا جزم ضيقه علينا. يعني ايام ما كانتش الطف حاجه، ودي المشكله اللي بنقع فيها مع اولادنا. يعني احنا نقول لهم هي ايامكم دي ايام، طب تعالوا شوفوا ايامنا كانت عامله ازاي، مع اننا كنا متبهدلين، بس دماغنا افتكرت الطعم الحلو بتاع اللبانه بس. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب 26 تكون سنه كلها ذكريات حلوه والبانه طعمها جميل.